السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير يا ربي. اليوم جيت لكم بهذا الفيديو هذا، واخا صوتي شويه راني مريضه ما شكيت عليكم البنات، جوني الحلاقم. المهم الحمد لله على كل حال، وقلت نشارك معكم على الاقل هذا الفيديو هذا واخا قصير. المهم اختكم كنت في الباديه عند الوالده ديالي والوالد الله يخليهم ليا، وشاركت معكم هذا الفران هو تيقولوا له الخباز تماك. كيف ما كتشوفوا هنا الوالده ديالي مسكينه كتنوض الصباح بكري كتعجن الخبز. هو هذا البنات ها هو، وكتسخن هذا كدير فيه العواد كيف ما كتشوفوا الطريقه ديالو. كدير العواد غير في الجلب وكتلوح هذاك الخبزه في هذاك المقله الثقيله، اولا داك الفراح ديال الطين. ايوا صافي هكا، وسبحان الله البنات دغيا الخبز كيطيب البنات بهذه الطريقه هذه. ما نقولش لكم البنات على البنه اللي في هذاك الخبز البنات، والله القسم الا واحد البنه غزاله غزاله البنات. شوفوا ولدي تا هو جا داك سميتو جا عجب داك البلاصه فين كيطيب الخبز داك تا هو بدا كيطيب معاه. المهم البنات صورت لكم غير لقطات وصافي. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا. شوفوا الولد ديالي تا هو عييت ما نهضر معاه كنقول له حيد، خفتو غير يتحرق لي ولا شي حاجه وما بغاش يحيد. انا البنات بعد ما طيبنا الخبز مشيت كنسقي ديك الجريده اللي عندنا في الدار الوسط. هي هذه فيها الحباق فيها الزيتون رمانه صغيره هي هذه البنات. وشاركت معكم لقطات وصافي البنات كيف ما كتشوفوا. نتمنى يعجبكم. هذه هي الرمانه البنات اللي قلت لكم والحباق. صراحه الباديه غزاله البنات والله العظيم، من الطبيعه والهواء نقي وكل شيء زوين فيها الصراحه. والحمد لله على كل حال. وصافي البنات هنا البنات درنا كسكروت وجدناها، درنا رغيفات معمرين بالخضره، اختي صايبات شويه ديال البغرير. المهم داكشي اللي قسم الله وصافي. وهنا فرشنا في المرح كيف ما كتشوفوا، والخبز ديال الفران اللي قدرنا وصوينيه البنات. وجلسنا في المريح واحد الجليسه غزاله غزاله البنات والله العظيم البنات. الا زعما هذا هو الخبز البنات، شوفوا الخبز راه التكله باقي ما كاع ما تحط. ايوا الحمد لله اللهم اديمها نعمه يا ربي. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا بواحد اللايك وتعليق زوين، وبسلام عليكم.